توف هي من اقوى الشخصيات اللي في كورا وانج، وده يرجع برضه لعدة اسباب. واول حاجة منها ان هي عرفت تتقن التحكم في الارض وهي كانت لسه صغيرة، وكانت بتحارب ناس اكبر منها وكانت بتعرف ان هي تكسبهم وتهزمهم. وبرضه توف هي اول واحدة عرفت تكتشف التحكم في المعدن. لما طورت عندها التحكم في الارض واكتشفت ان الارض جواها حتة من المعدن، فساعتها تعرف ان هي تتحكم في المعدن. ولما ظهرت في كورا ان هي بنت عشيرة المعدن وهي تعتبر المؤسسة ليهم، وعرفت تطور المهارة دي كويس جدا في كورا. فقبل ما نتكلم عليها ونعرف هي ازاي اتحولت من كده لكده وعرفت تبني عشيرة المعدن، لازم نعرف الاول قصة حياة توف. كان انج في الموسم الثاني راح عند مملكة الارض باسنج سي عشان يدور على حد يعلمه ازاي يعرف يتحكم في الارض. انج اول ما راح سمع ان في اكاديمية بتعلم ازاي التحكم في الارض، وراح لكن لقى راجل اهبل في الاخر ومعرفش يتعلم منه حاجه. بعد كده انج وهو عمال يلف ويدور سمع ان في بطوله بتتعمل لاقوى مسخري الارض بيحاربوا بعض وبيضربوا فيها. فانج قال يروح ممكن يلاقي حد يعلمه ازاي يتحكم في الارض. وكان طبعا انج لازم يتقن كل العناصر باسرع وقت قبل الوقت اللي بينزل فيه النيزك على قائد عشيره النار، وده ساعتها بيخليه اقوى محدش هيعرف يقف قدامه. فكان ساعتها انج لازم يتعلم التحكم في الارض، وكان ساعتها اتعلم ازاي يتحكم في الميه، وكان المفروض دلوقتي ازاي يتعلم يتحكم في الارض. انج راح عند البطولة دي عشان يدور عند حد ازاي يعلمه. واول ما راح لقى طفلة صغيرة كده تعتبر في سنه، بيقولوا انها هي اللي خدت البطولة السنة اللي فاتت، وهي اللي عمالة تاخدها كل السنين برضو اللي فاتت. انج اول ما بصلها كده عارف ان هي عمية وما بتشوفش، واستغرب ازاي ان هي بتعرف تتحكم في الارض مع انها مش بتشوف. انج الفضول كان هيموته. بعد كده كان في ماتش بيبتدي ما بين توف وواحد من المحاربين اللي المفروض قدامها، واول ما الراجل حرك رجله توف سمعت هزات الارض، الموجات بتاعتها وصلت لها وعرفت ان هي تهزمه بكل سهولة. انج اتفاجئ باللي هي عملته وقال دي هي اللي لازم تعلمني. انج قال انا مستحيل الاقي حد احسن منها يعلمني، انا لازم اخليها تعلمني. فانج ما قدرش يستنى لما البطوله تخلص والماتشات تخلص، فراح نزل لها هو عشان يعرف يتكلم معاها. واول ما نزل الراجل بتاع منظم البطوله افتكر ان هو عايز ينزل ضدها ماتش، فقال يلا اضربوا بعض. لكن انج مش عايز كده، وطبعا توف ما صدقت، فبدأوا هما الاثنين يضربوا بعض. توف عماله تسمع هزات رجله والموجات اللي بيجيبها رجله لما بيقعد على الارض او بيقف على الارض، لكن توف متفاجئه جدا ان رجله عامله كأنها زي الريشه وخفيفه جدا. فتوف بتقول له انت تحركاتك كلها سريعه وسلسه. فانج بيقول لها ده كل تدريباتي كانت كلها عباره عن كده. توف عماله تحاول تسمع رجله وتروح له وتعمل، لكن برضه مش عارفه تضربه، لحد ما في الاخر انج انتصر عليها وكسبها. ساعتها توف اتضايقت جدا، قالت ان ازاي حد يكسبها وهي اقوى واحده بتسخر الارض ومفيش حد بيعرف زيها يسخر الارض. بعد كده راحت مشيت وسابتهم. انج خد اصحابه ورايحين عند بيت توف عشان يحاولوا يقنعوها ان هي تدرب انج. وانج اول ما بيروح بيعرف ان ابوها هو زعيم المنطقه هناك، فبيحاول يتكلم معاه. فابوه خده وقال له انت الافاتار وانا هعزمك عندي في بيتي. بعد كده وهم قاعدين بياكلوا انج بيطلب من توف ان هي تحاول تعلمه ازاي يتحكم في الارض. ابوها رفض طبعا وقال ان بنته عمية وما بتعرفش تتحكم هي اصلا في الارض، انا ما ينفعش خالص اخرجها بره البيت، هي قاعده في البيت كده في امان. انج مستغرب بيقول ازاي دي كانت لسه عماله تفشخ الناس اصلا في البطوله، ازاي هي اصلا ما بتعرفش تتحكم في الارض. بعد كده توف بتتكلم مع انج وبتقول له ان ابوها حابسها في البيت وما يعرفش اي حاجه خالص عن اللي هي بتعمله، ولا عن اي بطوله بتاخدها، ولا عن الماتشات اللي هي بتنزلها، ولا يعرف ان هي اصلا بتعرف تتحكم في الارض. فانج بيسالها بيقول انت ازاي اصلا بتعرفي تخرجي بره البيت وتروحي، وازاي عرفتي اصلا تتحكمي في الارض. فتوف بتحكي له حكايتها، بتقول له زمان وهي صغيره كانت بتهرب دخلت جوه كوخ كده وقابلت حيوان ضخم كبير قوي، فكانت خايفه منه، لكن اكتشفت ان الحيوان برضه زيها ما بيشوفش، وعرف ان هم يتواصلوا مع بعض. وبيكون الحيوان ده هو المؤسس او اول واحد يعرف يتحكم في الارض، وعرف ان هم ازاي يتواصلوا مع بعض. والحيوان ده علمها ازاي ان هي تحط ايديها على الارض ورجليها وتستشعر كل الموجات اللي حواليها وتعرف ازاي تتحكم في الارض. ودي كانت اول صداقه كونتها معاه الحيوان ده، وعرف ازاي يعلمها ان هي ازاي تتحكم في الارض، فعشان كده هي عرفت ان هي ازاي تتحكم في الارض بكل سهوله. توف بتقول له قد ايه ان هي بتعرف تسمع موجات اي حاجه على الارض، فبتقول له النمله اللي جنبك دي انا سامعاها، الشجره اللي بتتحرك الاوراق بتاعتها، كل حاجه على الارض انا سامعاها. انج كل ما ده كل ما عمال يزداد اعجابه اكتر، هو خلاص عايز توف هي اللي تعلمه. بس المشكله ان ابوها رافض انه يخليها ازاي تطلع اصلا بره البيت او يخليها حتى تعلم انج. فانج وتوف بيتفقوا ان هم يهربوا عشان توف برضه تخرج بره السجن اللي ابوها عايشها فيه، وعشان توف تعلم انج ازاي يعرف يتحكم في الارض. بعد كده في الاخر توف بتهرب مع انج وبتستمر ان هي بتعرف تعلمه ازاي يتحكم في الارض وكل الكلام اللي احنا كلنا عارفينه. بعد كده بتيجي الحته اللي توف عرفت تكتشف ان هي تعرف كمان تتحكم في المعدن، لما في اتنين كان بعتهم ابو توف عشان يخطفوها ويرجعوها تاني البيت، حبسوها جوه صندوق حديد عشان ما تعرفش ان هي تتحكم فيه. وتوف وهي جوه صندوق الحديد بتحاول ان هي تحس بيه كده، حست ان في طوب صغير او
ارض صغير جوه الحديد ده، فعرفت ان هي كده ممكن تعرف ان هي كمان تتحكم فيه، فعماله تجرب وتحاول لحد ما قدرت في الاخر ان هي تتحكم فيه، وحبست الاتنين اللي كانوا خطفوه ده جوه صندوق الحديد اصلا. وكده توف كانت اول واحده تكتشف ازاي تسخر الحديد وتعرف كمان ان هي تتحكم فيه. بعد كده نروح لمسلسل افاتار كورا. لما انج واصحابه عرف ان هم يتموا المهمه بتاعتهم ان هم يحاولوا يحافظوا على السلام في العالم ويوقفوا قائد عشيره النار عن اللي هو والاحتلال اللي عمال يعمله، راح انج وحد كل الاربع وبنى مدينه الشعب. وبعد ما مات انج ظهر الافاتار الجديد وكان الافاتار كورا. ولما ظهرت كورا في مدينه الشعب اكتشفنا ان في شرطه، والشرطه دول فرسان معدن وبيعرفوا يتحكموا في المعدن. كان رئيس الشرطه ساعتها كانت بنت توف اللي هي المفروض لين بيفونج او بيفونج على طول. بعد كده نروح للموسم الثالث لما كان في عصابه اسمهم اللوتس الاحمر كانوا عايزين يخطفوا الافاتار كورا يموتوها، فخطفوها. بعد كده دخلوا جواها سيمي من البلاتينيوم عشان ما يعرفوش ان هم يتحكموا فيه، وده خلى كورا تقعد وما تعرفش خالص ان هي تقوم وبقت عاجزه عن الحركه. وساعتها بيفونج وسول هم اولاد توف حاولوا ان هم يخرجوا السم منها وخرجوا منه، المفروض ان هم كده خرجوه كله، لكن برضو كورا ما قامتش زي ما كانت. فكورا في الموسم الرابع دخلت في حاله اكتئاب، وبعد ما قامت عرفت ان هي تمشي لسه قوتها ما رجعت لهاش زي ما كانت، ولسه عماله تشوف تهيؤات وكده، لحد ما راحت في مكان اسمه المستنقع. كان ساعتها هي في مملكه الارض، وهناك في روح ودتها لطوف، وقابلت اخيرا توف. وتوف كانت قاعده معزوله في المكان ده عن العالم، وكانت بتعرف ان هي تشوف ايه كل الحاجات اللي بتحصل في العالم من الروحانيات والحاجات الموجوده هناك. توف حاولت تعلم كورا ان هي ازاي تعرف تتحكم في المعدن كويس، لكن كورا برضو مش عارفه. وكمان توف كانت بتحاول تساعد كورا ان هي تطلع السم، ولما كانت توف بتحاول تطلع السم الباقي من جوه كورا ما عرفتش ان هي تطلعه. كورا ما استحملتش الوجع اللي كانت حاسه بيه، فراحت توف قالت لها الحل الوحيد ليكي ان انت لازم تطلعي السم بنفسك. ففضلت كورا تحاول ان هي تتعلم ازاي تتحكم في المعدن، وتوف كانت بتساعدها لحد ما في الاخر كورا عرفت ان هي تتحكم في المعدن وتطلع باقي السم اللي كان في جسمها. بعد كده بنروح عند عشيره المعدن اللي بنتها توف، واللي كان قائد عشيره المعدن ساعتها هي بنتها سو وجوزها العبيط ده. اول ما كورا وفريق كورا راحوا عند عشيره المعدن، وكانوا راحوا عشان يدوروا على القدرات الغريبه اللي ظهرت بعد ما كورا فتحت بوابه الارواح. شفنا بقى عشيره المعدن والتطور اللي توف عرفت تعمله في السنين دي كلها. عرفت ان هي تبني عشيره كبيره جدا منها هي بس، عرفت تطور ازاي الناس يتحكموا في المعدن، وكمان عرفت تعمل شرطه في مدينه الشعب، وعرفت ان هي تكمل باقي السلام مع انج. وبرضه توف ما سكتتش لحد كده، ساعدت برضه كورا لما كانت بتحارب كوفيرا عشان توقف الآلي الكبير ده. كانت راحت وعرفت ان هي تنقذ بناتها اللي كانوا مخطوفين لما كوفيرا سيطرت على عشيره المعدن. راحت برضه توف وساعدتهم، وعرفت ان هي تخرج بناتها من السجن، وكمان ساعدت الافاتار في حاجات كتير جدا. بعد كده توف راحت واعتزلت في المكان اللي هي كانت قاعده فيه، وبس كده. ودي كانت قصه حياه توف. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وكده يعني. سلام.